شيل السكر هنا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي كده قبل اي حاجه. صلوا على النبي ما تنسوش. آه انا ام محمد. للي اول مره يخش قناتي، انا ام محمد، والقناه بتاعتي اسمها يوميات هدهد في البيت. يوميات هدهد في البيت، هدهد هدهد في البيت. عاملين ايه كده في الحر اللي احنا فيه ده، وفي الدروس والدنيا اللي احنا فيها دي؟ انا والله بمناسبة الدروس قلت اما اخش ايه، قلت اما بصراحة يعني النفسية كانت مش قد كده الايام اللي فاتت. فبتحس ان الدنيا كلها بتكركب كده. انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات. ف يعني النفسية ما كانتش تمام، وبعدين الدروس وكده بصراحة بيخلي الواحد عمال يجري يجري يجري، مش مركز. فانا بصراحة حسيت ان الواحد مهما بتكنسي، مهما بتنضفي، عايزة كده حاجة تغسلك من جوه كده. يعني ما بتغسلي الشقة كده بتحسي ان انت بتتغسلي معاها انت كمان. بتحسي ان انت اللي محتاجة كده، بتحسي ان كل الهموم اللي عليك كلها بتنزل كده مع الغسيل ومع التنظيف. بالمعنى الأصح كده بنطلع اللي فينا في الحاجات دي، ونطلع الغل اللي فينا فيهم بصراحة. يعني بيفرق جامد، مش عارفة مين زي كده، بس أنا ما بنضف وكده بتفرق معايا في نفسيتي. بحس ان الدنيا راقت ونفسيتي كمان راقت. انما احنا بنعدي علينا فترات ان احنا اصلا مش عايزين نعمل اي حاجة. بنبقى قاعدين فاضيين، مش هنقول ان احنا مشغولين، لا بنبقى قاعدين فاضيين بس مش قادرين نقوم نعمل اي حاجة. نفسيتنا الوحشة بتخلينا مش قادرين نقوم نعمل. آه، مش عارفين نفكر، مش عايزين نعمل حاجة، عايزين نفضل قاعدين مش عارفين بنعاقب نفسنا ولا بنعاقب ايه المهم. فقلت لا، ما بدهاش، لازم تنظيفة يعني. وقلت لا، يعني هننضف يعني هننضف. واصلا في حاجات يعني كانت مغسوله، بس قلت والله لا، هغسل كله وسخ نضيف، والله لا كله هيتغسل. هنا كنت رصيت كل حاجه في الصاله، لان انا عندي بصراحه الحمام طويل، فهو طويل ممكن ياخد السجاده، بس ما ياخدهاش مفروشه، يعني ما تتفرش. ياخدها كده بحالها، بس ما تعرفيش تفرشيها وتغسلي فيها. يعني تغسلي حته وتتني حته، تغسلي حته وتتني حته. هو ده الحل الوحيد عشان اغسل في الحمام عندي. اول سجاده كانت اتغسلت اللي هي اللبني. لو تفتكروا ما كنا عاملين روتين في الاول، يا دوبك خلصت وظبطت الدنيا، وقامت السمنه وقع عليها، فقمت غسلاها. قلت يلا، والحافظه دي كانت مركونه عندي. كانت وسخه، وكنت راكناها، كنت هغسلها عند ماما في الغساله بصراحه. بس كل ما اجي اروح اكسل ان انا اشيلها، فاقول انا هشيلها واروح بيها كده ولا. ومع ان بابا بيبقى يجيبني بالعربيه وكده يعني وبياخدني، بس والله بكسل، بقول انا لسه هروح اخدها واغسلها واعملها ومش عارف ايه. يعني اللي خلينا اغسلها السنين اللي فاتت دي كلها هنا، هروح اخدها اشيلها اغسلها هناك. بس هي ماما عايزه تريحني يعني، فكانت بتقول لي هاتيها وكده. كنا غسلنا نص الغسيل وكنا جوعنا بصراحه، فديت كانت بيتزايه كده، صغيره صغيره خالص كده، يعني تيجي متر. فقلنا ايه، اما ناكلها كده. دي كانت اول واحده، بس عملنا في واحده تانية كمان كلناها. قلنا ما نقعد كده ناكل وبعدين نقوم نكمل، عشان كنت خلاص. ديت انا كنت يعني كلنا الاولانيه اللي انتوا شفتوها، وكنت حطيت التانية في الفرن تتعمل. فدي غسلتها ما بين الفواصل، يعني كلنا واحده وكنا مستنيين التانية، فقمت دعكتها. كنت حطيت البيتزا في الفرن. كنت وخلاص اتعملت، بس كنت بحط طبقة الجبنة بقى عشان تسيح ونطلعها. فديت بس كنت بشطفها في الفترة دي. هنا ابني بقى حبيبي حبيبي اللي اول مرة استنفع منه بحاجة، بس عشان ايه، كان في بلبطة بس في المية وكده، فقال فهعمل معاكي يا ماما. قلت له اعمل يا حبيبي، توكل على الله اهو. بيبطبط لي فيها اهو.
ويبططها رايح جاي رايح جاي. اللي بنعملها بنتنيها وبنحطها ورا الباب على ما نخلص التانية. هنا بقى كنت شفت الزراعات ديت، اخر شجرة، اخر شجرة من بتوع الفرح. في كمان فازة بتاع طولة كده، هغسلها برضه، هتيجي معاك وانا بغسلها. السجادة ديت كانت نضيفة، اللي هي كانت ورا اللي احنا كنا بناكل عليها البيتزا، كانت نضيفة، هي مش عايزة تتغسل. المهم ان بعد ما خلصت السجاد وبلم الليلة، ببص لقيت الكاتشب وقع عليها والبصل والطماطم مش عارفة. قلت لها تعالي انت رخي، يعني هي جت عليكي يلا، سيادة الخير خيرية. هنا بقى كنت بشطف الحاجات ديت، وقلت اما نحمل الفيل ده عشان ايه، كانت الحتة حر، قلنا اما نرطب عليه شوية. انا كنت بحط الميه، كل المفرش ده اتشال والحاجات دي كلها اتشالت تتغسل تتحط في الغسالة. دي برضو يا عيني جرى عليها الزمن برضو، من عيالي كسروها. انا كان عندي يجي 10، والله العظيم كان عندي 10. كانت ماما مليالي البيت الشقة ورد، كأني يعني في البستان. و... وكل ما اعدلها تقوم متنيه كده عامله على جنبها. قلت يلا اما نغسلها. بس بصراحه انا ما بيهونش عليا ارمي اي حاجه من بتوع فرحي بصراحه يعني. بيصعب عليا اغير اي حاجه في الشقه، وبيصعب عليا ان انا ارمي حاجه من حاجاتي، يعني بتبقى مكسوره. بس تصعب عليا، كل حاجه لها ذكريات برضو. زي اللي هي محطوطه على الشقه، اللي هي الايه القرانيه ديت مكسوره، بس هي بصراحه مكسوره من التنفيض يعني وكده. هما كانوا 3 فوق بعض اللي بره، مرضتش ارميها، بتصعب عليا. المية هنا بقى بشوفهم كانت سخنة بطريقة، البلاط كان بيطلع مية مغلية. يعني انت بترش مية ساقعة بيديك مية مغلية على طول في ثانية كده. هنا انا كنت شددت المية على فكرة قبل كده، يعني مش ديت المية بس اللي كانت على البلاط، لا انا كان في مية كتير. وكنت غاسلة البلكونة كمان، بس احنا كنا المغرب. لان بصراحة الحر ما بيخليكيش تعرفي تتحركي كويس طول النهار. لازما تبتدي تعملي من المغرب يكون الجو بدأ يطري معاكي، لان طول النهار الحر صعب وحش بصراحة. انا قمت رحت السوق الخميس، انا مش عارفة الفيديو هينزل لكم امتى. نزلت السوق واكلت العيال وكده، وقمت ايه، عملت، كان عندي كبد وقوانص، كنت دابحه الفراخ اللي احنا مربيينها، كنت دبحت 4. فالكبد والقوانص بتاعتهم كنت حطاهم في كيس، فكانتش مفيش ميه كمان. اللي بيخليني كمان اعمل بالليل ان الحمد لله في ناس كده ربنا يهديهم بيعملوا علينا الميه، ما بيخلوناش ما بيفتحوهاش الا يعني مش بيفتحوها لنا اصلا عامه يعني. ده بتبقى الحاجة محددة وبيقوموا قافلينها مش لينا يعني. فاحنا بنصطاد الوقت اللي هو بالليل، اللي بيكون فيه مفيش حد، بتكون المياه شديدة بالليل. انما احنا يعتبر طول النهار ما عندناش مياه خالص. ف... فالشطرة بقى اللي تخلص شغلها بالليل، عشان كده بنسهر بقى. الأوضة ديت بتاعة الصالون محدش بيخشها خالص، يعني محدش بيخش حتى السرير يعني. طول فترة الصيف محدش بيخشها، محدش بينام فيها لان الجو حر. فكله بينام في الأوضة اللي هي الكبيرة علشان التكييف. هنعمل ايه بس، يا ريتهم ياخدوه ويسيبونا نايم. ياخدوه ويسيبونا نايم. هنا انا كنت نزلت تحت الكراسي دي كلها، جبت تحت منها، بس يعني ايه المقطع ده عشان كنت موتاه وكده فمرضتش اجيبه. كنت جبت تحت الكراسي دي كلها. على فكرة احنا عايزين نغسل الكسوة بتاع الركنة دي، العيال بهدلوها احلى بهدلة من كتر النوم عليها، وبيجوا من بره برجلهم على طول على الكسوة. عايزة تتغسل يعني غسلة محترمة يعني، لانها مشوفة عاملة ازاي. مش عارفة. هنا كنت شلت الفريزر من مكانه، انا اصلا كنت عاملاه قبل كده، بس بصراحة هو كان طالع من وراه بلاوي، لان انا غاسلة في الصالة وهم برضو في الصالة، فالمية كانت بتتجمع تحت منهم المية بشعر طبعا طالع، والوبر والحاجة اللي طالعة من السجاد كله كان داخل تحت منهم. هنا بقى انا كنت بشيل اهو، برجع بقى كل حاجة تاني مكانها اهو. رجله المكسورة يعني تحت منه اهو، هركبها. هنا برضو التلاجة، التلاجة برضو
هو يعتبر يعني ايه، هو ما كانش فيه كتير بس فيه برضو يعني بقى موجود وسخة برضو تحت منها. انا كنت عاملاها والله من اسبوع، بس زي ما قلت لكم كده الميه بتاعه السجاد بتخش تحت الفريزر وتحت التلاجة، فبشدهم وبقوم مرجعهم تاني، بمسح وراهم كده وبقوم مرجعهم تاني اهو، برجعهم تاني اهو، وبقوم مظبطه بقى القعده والحاجه بتاعتهم. انا مش عارفه التلاجة بتاعتي ديت رجلها راحت فين، والفريزر كمان اصلا جايباه جديد، يعني ما كنت جايباه جديد بعد ما حطيناه ما لقيناش الرجل بتاعته ومن خيبتي ما رضيتش ارجعه تاني، من خيبتي. يلا يلا هاجي بدور بقى على ايه بعد ايه، بعد كام سنه. هنا كنت خلاص خلصت والله، النيش بتاعي ده يعني كتر خيره، بقاله كام سنه بغسل وكده فيه، بغسل عنده في الصالة. لما بصراحة هو باش من تحت باش المية بهدلته، بس هعمل ايه، ما عنديش مكان اغسل يعني. هنا كنت خلاص خلصت اهوت، وفرشت بقى السجاد اللي هو التاني. هو انا عندي اصلا يعني، هي كانت واحدة بس اللي انا مطلعاها وقمت فرشة بقيته اه. شوفوا يا ولاد، شوفوا النظافة، لا النظافة فعلا بتفرق، يعني الواحد اما بينظف وكده النفسية بتفرق بصراحة، بتحسي ان انت يا ترشي المعطر كده بقى وتقعدي، دي يوفر عليكي كام يوم تنظيف، والله يعني يفرق كام يوم تنظيف. السجاد ده بتاع فرح يا ولاد، ايه رأيكم فيه؟ والله بقاله 15 سنة، 15 سنة، وما شاء الله يعني انا جبت جديد والله ده يعني التاني ما جاش في حلاوة ده بصراحة. هنا السلم اللي ما بينضفش والله ما بينضف، مهما الواحد يعمل فيه ما فيش فايدة، بس هعمل ايه. لما غسلت فالسجاد العتبة بتنفس، بتطلع مية بره، فالعيال لبخوا كده، فقمت شايلة بقى كله وقمت ايه، قلت اما امسحهم. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتقولوا لي الروتين عامل ايه، عجبكم ولا ايه، وتحبوا الروتينات من ديت ولا اعملكوا حاجة تانية ولا ايه. حطوا اشتراك، اعملوا اشتراك ولايك وشيرهم، وايه تاني، وايه تاني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. ومتشكرة اوي 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 لكل اللي بيخش عندي وبيشترك. ونفسي كده تقولولي انتوا بتتابعوني منين. اهو كنا خلاص اهوت، السلم ده بيتمسح على طول بصراحة يعني هو بيتمسح اصلا كل يومين، كل يومين او ممكن كل يوم، بيبقى بدل بيني انا وسلفتي، يعني انا بعمله وهي بتعمله، انا بعمله وهي بتعمله، بيبقى اخرنا لحد السلمة دي، ما نزودش بعدها، ما ينفعش نزود بعدها. صلوا على النبي، صلوا على النبي كده يا بلاي، صلوا على النبي. ما تنسوش الاشتراك كده، حطوه بايدكم الجميله كده، حطوا اشتراك ولايك كده وفعلوا زر الجرس كده عشان اختكم تكبر كده بيكم ان شاء الله. ويا رب كده اللي تشترك واللي تفعل الجرس كده وتعمل كومنت تنجح كده واللي بتتمناه كده يا رب يبعته لها. وايه تاني وايه تاني، وكل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه كده تشوفوها ان شاء الله. وهنا بقى كنت خلصت كبيت الميه في الشارع ده، انا غرقت الشارع ده، انا كل شويه امسح واكب، امسح واكب، كبيت 5 غير السجاد وهو بينقط في الشارع، الشارع اتمسح من الميه اللي انا عملتها. ايه رايكم كده بقى يا ولاد في النظافه، فرقت صح؟ فرقت يعني، والواحد بيغسل كده فرقت. يلا مع الف سلامه، باي.